الكارثة اللي صارت، ونحن كمان يعني بدون المؤتمر صار عم نراقب بزيارة المؤسسات اللي موجودة بالحي، وأول زيارة لنا ذاتا هو للمجلس العام، مجلس المرأة لشمال شرق سوريا، ورفيقة سارة ذاتا من حزب الاتحاد الديمقراطي بيادة. نحن طبعا تعرفنا هبال نبيل الرئاسة المشتركة للمجلس العام، والرفيق نوري كمان مساعد الرئاسة المشتركة بالمجلس العام. سوريا كمان صارت يعني فيها مناطق مركوبة، يعني بهذا الزلزال فعلا الشعب يعني طلع، يعني كان في تلاحم، يعني كان في يعني مساعدات من قبل الأهالي، يعني صحيح ما كان في مساعدات من المنظمات، بس كان في مساعدات من الأهالي. يعني وجهة نظرنا طبعا هذا الشيء كمان شيء صحيح فيها أضرار لشعبنا. شيء ثاني هاي يدل على أنه فضايح الدول الرأسمالية، يعني الشيء المهم بين إدارة الموجودة في شمال وشرق سوريا إنه هن بينوا وجهة نظرهم، بينوا إنسانيتهم لهالشعب هذا، لهالعالم هذا، لهالكارثة هاي اللي صارت بحق مناطقنا في سوريا إن كانت، في تركيا إن كانت. فهذا دليل على أنهم كلياتنا نحن شفنا عبر وسائل الإعلام أنه حتى موضوع الإنسانية وقفوا عليها، يعني سكروا الحدود الإنسانية. خود عيسى العلي، الناطقة باسم تجمع نساء الزنوبية. طبعا جئنا منذ يومين إلى مناطق كل من الشهبة والشيخ مقصود والأشرفية للاطلاع على أوضاع الأهالي في هذه المنطقة. طبعا جئنا بوفد يتشكل من عدة حركات وتنظيمات نسائية، منها رفيقات من مؤتمر ستار، وأيضا مجلس المرأة شمال وشرق سوريا، وهيئة المرأة في الإدارة الذاتية، وحزب سوريا المستقبل، وحزب الاتحاد الديمقراطي أيضا بيده. طبعا جئنا الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على الأوضاع بعد هذه الكارثة التي حصلت بسبب الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وشمال سوريا أيضا. طبعا رأينا ولاحظنا كيف أن الأهالي رغم الحصار الجائر عليهم من قبل النظام السوري والمعاناة التي كانوا يعيشونها وما زالوا يعيشونها أيضا، قد سببت هناك أضرارا كثيرة. وبسبب الزلزال الذي حصل هناك مخاوف أيضا عند الأهالي، فرأينا أن الأهالي قاموا بنصب الخيام. طبعا عمل الأهالي هنا كلهم بيد واحدة بتكاتف مع بعض، بتنظيم ما بين المجالس والبلدية ومؤتمر ستار، كانوا هم يد واحدة في التعاون وتوزيع ما أمكن من تقديم المساعدات التي هي أيضا كانت ذاتية من ضمن المنطقة، والتي لا تكفي أهل هذه المنطقة لسد احتياجاتهم اليومية. رأينا كيف الأهالي رغم كل هذه الظروف الصعبة والظروف القاسية والحصار الجائر بحقهم لديهم العزيمة، لديهم الإصرار، لديهم القوة في أن يكونوا مع بعضهم البعض لصد هذه سواء هذا الحصار، لصد هذه الحرب الخاصة التي تمارس على أهالي هذه المنطقة.